تخيل جسمك يقرر يطول فجأة يوم ورا يوم بدون توقف، بنصير عمالقة. ولكن كيف؟ خلونا نرجع الواقع شوي. في الحقيقة عظامنا صح إنها قاعدة تطول، لكن لها وقت محدد جدا، وتحديدا في مرحلة الطفولة والمراهقة، وفي مكان سري اسمه صفائح النمو الموجودة بنهاية كل عظمة طويلة. وهالصفائح تشتغل مثل المصنع الصغير، وتوجد خلايا غضروفية قاعدة تتكاثر وبعدين تتحول إلى عظم جديد. كل ما زادت زاد طولك. لكن شو اللي يشغل هالمصنع؟ هرمون النمو من الغدة النخامية، ومعاه هرمونات من الغدة الدرقية والكالسيوم وفيتامين د. بس أول ما تخلص فترة المراهقة المصنع هذا يسكر، وتتحول الغضاريف كليا إلى عظام ويتوقف النمو. يعني لو كنت بعد في سن النمو استغل كل لحظة. التغذية والرياضة والنوم كلهم يلعبون دور مهم في النمو. وهذه المعلومات من كتاب البيولوجيا للصف 12 في المنهج الإماراتي. والحين خبروني شو الغذاء اللي راح يساعد في عملية النمو؟ اكتبوا لي في التعليقات.